مساء الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. انا راني الحمد لله. نتمنى من المشتركات جدد يفعلوا الجرس، لانه بزاف بنات ما مش يوصلوا فيهم لي فيديو جدد اللي راني نحط فيهم. ماذا بكم تفعلوا الجرس. اول حاجه احنا نشاركها معكم هي هاد الكراطه سهله، ونورمالمون ما تطلبش منكم لوازم بزاف. جوست انكم طيبوا الدجاج المقدار اللي حبيتو. انا لهنا درت دو كويس وطيبتهم في صوص بلانش نورمال. هاي ليكم لاصوص اللي انا خليتها لاني راح نسحقها في الكراتان تاعي. نحتاجو البيض، زيتون دي نوايوتي يعني زيتون بالعظم قطع صغير، معدنوس، شويه كزبر. ونحتاجو انواع من الفرomاج، الا حبيتو فرomاج بلون، فرomاج غريير، شيدار، موتزاريلا اللي متوفر عندكم. انا لهنا استعملت نوعين من لي فرomاج. درت هذا ناتور بتي سويس، ودرت فرomاج تارتيني يعني سوا لو شاف ولا اي مارك عندكم. نحتاجو باكي د لوفر شيميك، ونحتاجو فلفل احمر وفلفل حار شويه برك ماشي بزاف، باش لا كولور نتاع الكراطه نتاعنا يتبدل، يعني يولي برسك كيما يعني احمر شويه، ماشي احمر فونسي مي شويه كلار. ونحتاجو ثاني الفلفل. كما قلت لكم البنات، تحتاجوا اي جبن عندكم متوفر في البيت. نحتاجوا لا شابلور، اللي ماشي متوفر عندها لا شابلور تقدر تعوضها بلا فارين. مي من الاحسن انها تكون عندكم لا شابلور باسكو راح تعطيها غو سبيسيال. انا لهنا راح نستعمل هذا لومول صغير قيس العائله تاعي اللي كنت دهنته بزيت الزيتون. انا ما نحبش ندير الزبده، نحب ندير زيت الزيتون ورشيته بلا شابلور باش يعطينا من تحت هذيك القرمشه. لهنا درت ثلاث حبات بيض. درت لهم الزيتون، الفلفل الاحمر والفلفل الحار، شويه يعني هذوك الاعشاب المنسمه سواء زعتر ولا كيما حبيتو. نديروا المعدنوس، نديروا البتي سويس تاعنا، الدجاج، لاصوص بلونش هذيك اللي درناها مي ما نديروهاش كاع. دوك تشوفوا القوام كيفاش يجينا. لا شابلور لهنا نديروا حوالي كاس، باسكو ما عندناش حاجه اللي راح تطلع تدوب الفوليوم تاعها ابار البيض ولا شابلور. لهنا استعملت انا هذا ذوق الدجاج المشوي، ودرت فرomاج بلون. تحبوا ديروا اضافات اخرى، تحبوا تعوضوا ثاني الدجاج باللحم المفروم كيما حبيتوا، تحبوا ديروا دي شامبينيون، تحبوا قطع اللحم كيما نتوما واش عندكم متوفر في البيت. انا كان متوفر عندي البولي، استعملت البولي. لهنا شوفوا الخليط نتاعي راهو شويه متماسك، ما درتوش خفيف والو وما درتوش ثقيل، يعني متوسط. لهنا تحبوا تزينوا بالزيتون الاسود، تحبوا بقطع الجبن، مي انا عمرته من الداخل بفرomاج، اكتفيت بالمعدنوس على الوجه نتاعو. خلوه يطيب على خاطرو، يعني ما تعليولوش سخانه بزاف، وشعلوا له من تحت يطلع شويه برك الفوليوم، ومن بعد زيدوا عاودوا حمروه من الفوق. لهنا يستغرق بالك واحد 45 دقيقه هكذا. حبيت نرافق هاد الكراطه مع سلطه خفيفه تاع الكروم، يعني عشاء خفيف كراتان بولي مع هاد السلطه. ولهنا كنت نقيت كامل الحشاوش اللي عندي، الكرافس، المعدنوس، الكزبر، وخبيتهم في هاد العلب، يعني غسلتهم قطعتهم باش يجوني ساهلين ديراكتومون، يعني نلقاهم مقطعين وفي لي بواط نتاعهم. ودرت لهم بابي ابسوربون باش يشربوا لي كامل هذيك لوميديتي اللي تكون فيهم. بيان سور لازم يكونوا كاينين الماعن، تكون كاينه تحرحيره، لازم في كل كوزينه تكون تحرحيره. راح ندير براسي كل حاجه ونغسل الماعن، وراح نحضر يعني جو دورانج باش نرافق به العشاء نتاعي. وفي هاد الامسيه كنت رحت طويت الملابس والقش اللي غسلته، وحبيت ندير هكا امتي ماسك لابو تاعي. كنت قوميت لابو تاعي بالقهوه وحليب بودره مع زيت الزيتون. من بعد كي تفتحوا لي المسامات مليح جيت ندير نابليكي في هذا لو ماسك جولد، الماسك الذهبي تاع بيل اوف. ابخي رطبت البشره تاعي بلا بيغ دو كاريتي. لا ما كانش هاد الزبده تاع الكاريتي استعملوا زيت جوز الهند ولا اي كريم مرطب. ولا هنا كنت استعملت الخبز يعني اللي فيه الحبوب. حضرت طاوله، درت هذاك الزيتون اللي كنت رقدته، شويه فرomاج والعصير والماء، والحمد لله. هاوليكم الكراتان تاعي بعد ما طاب، يعني الفوليوم تاعو ما تضاعفش بزاف لاني استعملت فقط كيس واحد من الخميره.
كاين لنا اللي يحبوا يديروا دي بتي كاغون تاع البطاطا المقليه. الا حبيتوا ديروا داخل الكغاتا تاعكم ديروها، مي انا حبيت ندير جوست البولي فقط. هذا هو العشاء تاعي، كان خفيف بسيط، ويعني ان شاء الله يكون عجبكم.